مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير يا ربي، صحة وسلامة. اليوم عندنا طريقة الكبدة وشلون نتخلص من الزفرة مالتها. اول شي عندنا الماعون مال الكبدة، الماعون هذا اللي هسه ينباع بالاسواق اللي وياها معنا القلوب. نظفناها وقطعناها بهالشكل هذا، مغسولة ومصفاية. هنا عندنا حبة من الفلفل، حبة من الطماطة، حبة من البصل، وملعقة كوب من المعجون. البهارات اللي نستخدمهن بهارات الفلفل الأسود والكاري، بهارات دجاج وكركم. وهنا حنحتاج الخل، ما يقارب ملعقتين طعام من الخل. والمكون الأساسي اللي قاتل الزفرة هو عصير البرتقال. هذا الحجم مال عصير البرتقال، أخذته عصرته صفيته وهسه حسلق بيه الكبدة. خلوكم ويانا. هنا حبايب قلبي ضفت الكبدة بالجدر، حضيف عليها الخل الأبيض، تمام. حضيف عليها عصير البرتقال، وهسه نروح وين؟ على النار. هنا أنا حبايب قلبي خليتها على النار عالية السرعة مثل ما تشوفون، على مود تنسلق، وبعدين نصفيها بعد ما كلها يتغير لون الكبدة. خليكم ويانا. وهنا حبايب قلبي بدت بالغليان، لازم نسلقها هالسلقة زينة، نقضي على الزفرة مالتها، بعدها نصفيها. وهنا حبايب قلبي أخذت اللون عشان استوى. شوف اللون مالتها شلون صار. هسه نكمل بقية الخطوات. هسه حنصفيها حبايب قلبي. هنا صفيناها مثل ما تلاحظون، هاي الكمية صارت عندنا. هسه حنغسل الجدر ونرجع نحمس وياكم بقية المواد. حبايبي هنا أنا حمست البصل والفلفل وضفت عليها نصف ملعقة الكوب من المعجون، وبديت أحمس المكونات هذه. بعدها ضفت عليها الكبدة، هم من أخذت وياها حمسة على مود تتنكه تمام. ضفنا هاي الكبدة حبايب قلبي. حبايب قلبي هنا أنا ضفت التوابل اللي هي رشة من الفلفل الأسود، رشة كاري، رشة من الكركم، رشة من بهارات الدجاج. بعدها حمستها حبايب قلبي وخليتها تتنكه بالتوابل اللي ضفتها أني. أنصحكم بنات تجربون هاي الطريقة، حتشوفون اختلاف جذري عن بقية طبخات الكبدة. طبعا هاي الوصفة من اختراعي أني، أول مرة أسويها، ماكو أحد مسويها، فحبيت أشارككم هاي الوصفة على مود تستفادون بيها، وأريد إن شاء الله تعليق حلو من يديكم الحلوة على هذا الفيديو. إن شاء الله تجربوها وتدعوا لي بهاي الوصفة. آخر شي حبايب قلبي خليت الطماطة. ليش؟ على مود تعطيني شوية من السوائل اللي حتنزل من عندها وتنطبخ. هي طبخة التبخير اللي بدون إضافة أي ماء ثاني خلينا عليها، على قد السلقة اللي سلقناها بعصير البرتقال والخل الأبيض. هنا أنا آخر شيء أضيف الملح لازم نكون بيه حذرين طبعا، ما نضيف هواية لأن عندنا توابل محطوطة بالطبخة هاي. باع اللون مالتها شلون صار، والطعم مالتها أقول لكم عالم ثاني. إن شاء الله يا ربي تنال إعجابكم هذه الطبخة. طبعا أنا قدمتها ويا التمن الأحمر، فأنتوا حسب رغبتكم تريدوها ويا الخضرة، باللي يعجبكم أنتوا. وهاي التمن الأحمر، وأكيد كلكم تعرفون طبخة التمن الأحمر. هنا أنا حمست للتمن همنا بصل وفلفل أخضر ويا طماطة ومعجون، وهذا الشكل اللي صار عندي ما شاء الله. شوفوا حباية شلون تتناثر. بنات طبعا هذا رز جيهان استخدمته بهاي الوصفة هذه، فأنتوا بعد حسب رغبتكم بالتقديم. بالنسبة لي قدمته ويا التمن. وهنا يا حبايب كملنا الكبدة، شوفوا شلون صارت ما شاء الله. وهاي وياها قلت لكم التمن الأحمر. وألف صحة وعافية إن شاء الله على قلبكم. شوفوا شكلها شلون حلو، كلش حلوة وطعمها طيب وما بيها زفرة. أنصحكم تجربوها. لا تنسونا باللايك والاشتراك،
تفعيل زر التنبيهات حبايب قلبي.